السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل متابعين في فيديو جديد. أطلب من حضراتكم اللي أول مرة يشوفوا القناة اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد مني. اعتقال وزيرة البيئة في المالديف لممارستها السحر الأسود على رئيس البلاد محمد ميزو. ألقت السلطات في جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، كما تم إعفائها من منصبها للاشتباه في ممارستها للسحر الأسود على رئيس المالديف محمد ميزو إلى جانب شقيقها. وتم اعتقال الوزيرة مع 2 آخرين من المتشبه بهم، ووضعوا تحت الحبس الاحتياطي لمدة 7 أيام. وهي عملت سابقا في مجلس مدينة مالي إلى جانب الرئيس ميزو عندما كان عمدة المدينة. وبعد انتخاب محمد ميزو رئيسا العام الماضي استقالت من المجلس وتم تعيينها ضمن التشكيل الحكومي. وهنا نكون وصلنا لحد آخر الفيديو. لو وصلت لحد هنا لايك للفيديو، اشتراك وتفعيل زر الجرس، ومستنية تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.